كنت عند ابو عبدو، اما شو في عنده تلفزيون شي خيالي اسطوري، شي بيلحس المخ لهالدرجة. والله يلي بيسمعك بفكر تلفزيون بيمشي. يعني شو المميز بهالتلفزيون؟ بدي مثل تلفزيون ابو عبدو، تلفزيون عبى راسي وخرط مشطي. مين ابو عبدو؟ والله ما عرفته. يعني صاحبك راجع من السفر ولا عنده مصاري زيادة؟ لانه حسب وصفك لابو عبدو مبين واحد من مستوى اخر. لا مستوى اخر ولا يحزنون. ابو عبدو بياع الفول يلي عنده 19 ولد، حب يفرح اولاده وجاب لهم تلفزيون ذكي. بس بدك الصراحة تلفزيون لحس مخي، بدي منه. طول بالك شوي، بلكي هالتلفزيون توصاية من برا، ما في وطني منه. بلكي هالتلفزيون مصرياته عالية. طول بالك شوي لنفهم. ما إلك غير تلفزيونات المحبة من جنرال موتورز، تلفزيونات ثقة وأنا بعرفها. شو رأيك؟ حلو. طيب تلفزيون المحبة تبعك أبو واي فاي؟ يعني بيجيب إشارة ولا شو وضعه؟ بعد هالعمر بدك تلفزيون أبو واي فاي مشان تتفرج على الهشك بالشك؟ ما بتستحي على حالك؟ لا هاد أبو واي فاي تبع نت، مو تلفزيون هشك بالشك. طولي بالك. إيه أبي، تلفزيونات المحبة طبعا فيها واي فاي، يعني بتشبك موبايلك بالتلفزيون وانطلق. والله ممتاز. طيب تلفزيون المحبة تبعك فيني اتحكم فيه من الشغل؟ يعني شغل التلفزيون، اطفي التلفزيون، اتحكم فيه بمكالمة؟ انت التاني شو تتحكم فيه من الشغل؟ انت راح تشتري تلفزيون، ما راح تشتري هليكوبتر. بعدين لشو تتحكم فيه من الشغل؟ ما انا موجودة بالبيت. والله يا ابي ايه، ممكن هاي التقنية موجودة لانه تطور العلم بهالايام بخوف. والله يا جماعة الخير حبيته لهالتلفزيون، انشرح له قلبي، بدي منه. شو مصرياته أبي؟ أكيد بلاوي الدنيا. رح نبيع كل أغراض البيت مشان نشتري التلفزيون تبعك. الله يستر. لا سعره عادي مثل سعر تلفزيون أبو عبدو، يعني أكتر شوي أقل شوي بهالوسط. طيب أبي، شو في كمان ميزات لتلفزيون المحبة تبعك؟ يعني ميزات مخفية ما بعرفها أنا. سمعت لك إنه فيه توربو تبريد ومصفاية للأشعة البنفسجية، يعني الأشعة المضرة ما بتوصل للعين، وبيحسب لك البيئة الموازية بالعالم الموازي. الله لا يبطرز لك يا أمي. بدنا نبيع كلاوينا مشان نشتري تلفزيون تبعك. اتكلنا على الله. خود مصاري من جيبة بنطلوني وجيب لنا 3 تلفزيونات، واحد إلنا وواحد لبيت عمك وواحد بنخبي لك يا لما بتتجوز. اخذ مصاري من جيبة بنطلونك؟ أبي هاد تلفزيون مو علبة سجاير.